السلام عليكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى شوفوا احلى كيكه بالبرتقال. عايزه اقول لكم بجد تحفه ورهيبه وطعمها لذيذ جدا. في ناس كتير بتعملها وبتفشل منها. تعالوا اقول لكم بقى ازاي نتفادى ان هي تفشل مننا وتطلع معانا اسفنجيه وهشه وجميله بالمنظر ده وبطريقه سهله جدا. لايك بقى للفيديو لو عجبكم شيروه. قبل ما اشتغل في الكيكه كده او اجي جنبها انا ولعت الفرن على درجه حراره 180. تمام، دي اول خطوه بعملها قبل ما بشتغل في الكيك. اول حاجه بقى هنا معانا البيض. معايا هنا 4 بيضات. انا استخدمت 4 حبات من البيض علشان البيض اللي عندي كان صغير. لو البيض كبير عندكم استخدمي 3 حبات بس من البيض، واهم حاجه يكونوا بحراره المطبخ. انا طلعتهم من التلاجة قبل ما اعمل الكيكه بحوالي ساعتين او 3 ساعات. ومعايا هنا كوباية وربع من السكر اللي هو الأبيض الناعم العادي مش البودر. تمام، ومعايا هنا كوباية من عصير البرتقال لو هتعمليها بالبرتقال. ومعايا كوباية من الزيت ومعايا كوبايتين ونص من الدقيق. وعايزة اقول لكم ان الكوباية اللي استخدمتها في المعايير كلها واحدة، يعني الكوباية اللي عايرت بيها الكوباية وربع سكر هي اللي عايرت بيها الكوبايتين ونص دقيق، هي اللي عايرت بيها كوباية الزيت، هي اللي عايرت بيها كوباية عصير البرتقال. لازم نوحد الكوباية بتاعتنا عشان تطلع مقاديرنا مظبوطة، تطلع صينية الكيكة معاكي مظبوطة جدا. تمام. معايا بشر برتقان طبعا عشان انا قررت ان انا اعملها بالبرتقان، فحبيت ان انا احط لها البشر. فبراحتك انت عايز تستغني عن الخطوه دي، ممكن اصلا تستغني عن البرتقان وتحطي ميه او لبن. ومعايا طبعا فانيليا للبيض. تمام. ومعايا هنا بيكنج باودر، هاخد منه معلقه صغيره مليانه، وهاخد كمان معلقه من البيكنج صودا صغيره مليانه. يعني هحط المعلقه بتاعه البيكنج باودر خليط ما بين دي وما بين دي. ما عندكيش استخدمي معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر عادي. تمام. بس البيكنج صودا بتدي هشاشه حلوه جدا للكيك. اول خطوه كده بعملها باخد كده معلقه من الفانيليا وبحطها على البيض. طبعا ممكن تحطي فانيليا سايله او ممكن كمان تحطي اللي هي البواكي. تمام. بعد كده بقى هجيب الخلاط او ممكن تشتغلي بمضرب البيض حسب المتوفر عندك. هنزل بالبيض اللي عليه الفانيليا وهنزل عليهم بالسكر اللي هو زي ما قلنا ممكن نحط كوباية او كوباية وربع، دي ترجع لذوقك. يعني انا نفسي بحب الكوباية وربع. تمام. ممكن انتي تلاقي كوباية وربع من السكر دي مسكرة شوية، فانتي وذوقك. حطيت السكر على البيض وهاخدهم بقى في الخلاط اضربهم كده خالص لحد ما يبقى لونهم فاتح وكريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بعد ما بضربهم بقى ضربة كويسة ولونهم بيفتحها كده بنزل عليهم بكوباية الزيت. وممكن كمان تعملي خليط من الزيت والسمنة، يعني تحطي نص كوباية زيت ونص كوباية سمنة انتي وراحتك، بس انا بحب اعملها بالزيت. ونزلت عليهم بكوباية من عصير البرتقال، وزي ما قلنا ممكن تستغني عن عصير البرتقال وتحطي بدل لبن او مية. ونزلت ببشر البرتقال، بنبعد خالص عن الحتة البيضة اللي فيها عشان ما تمررش معانا. تمام. هاخدهم بقى اضربهم مع بعضهم في الخلاط ضربة كويسة لحد ما يبقى الخليط كده معانا بالمنظر ده. كده الخليط بتاعنا جاهز. نيجي بقى لخطوة الدقيق. انا هنا معايا كوبايتين ونص من الدقيق نخليهم كويس جدا. هنزل كده برشة بس بسيطة من الملح على الدقيق، حاجة كده بس ما بين صوابعي كده بسيطة جدا. وهحط على الدقيق معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وزي ما قلت لكم انا هعمل خليط ما بين الاتنين، وممكن تحطي معلقة كبيرة من البيكنج باودر. تمام. ومعلقة صغيرة من كربونات الصوديوم. تمام. بس الكربونات الصوديوم انا مش بحط المعلقة مليانة، يعني بحط معلقة بس مش هرمية. تمام. هقلبهم بقى في الدقيق كده كويس واخلطهم مع بعض. بعد ما قلبتهم كده كويس جبت بقى الخليط اللي كنت رباه في الخلاط ونزلت بيه كده بالشكل دوت. وهجيب بقى المضرب اليدوي في اتجاه واحد كده هقلبه بالراحه. انا هنا مسرعه الفيديو بس انا ما كنتش بقلب بالجامد، انا كنت بقلب بالراحه عشان اخلط بس الدقيق مع الخليط اللي احنا ضاربينه في الخلاط. هفضل كده في اتجاه واحد اضربه لحد ما الخليط كله يتجانس والدقيق اختفى تمام بالمنظر ده. هو ده السمك اللي احنا عايزينه، ولا تقيل قوي ولا خفيف. تمام كده الكيكه مظبوطه معانا وتمام. هجيب بقى صينيه، انتي عايز تعملها في صينيه مستطيله او صينيه مدوره حسب رغبتك يعني. بحط كده حوالي معلقه صغيره كده من الزيت وابتدي امسح الصينيه من القاع بتاعها ومن الجوانب علشان بس ما تلزقش. هي ان شاء الله مش تلزق معاكي ومش لازم ترشي لها دقيق ولا حاجه. انا عاملاها في صينيه المونيا واحلى تسويه بصراحه في الصينيه الالمونيا. هبتدي بقى انزل بالخليط بتاعي كده بالشكل دوت.
بعد بقى ما نزلت بالخليط بتاعي كده جوه الصينية، بمسك الصينية بضربها كده كذا ضربة على الرخامة لحد ما اتأكد ان كل الهواء طلع منها، او ممكن امسك خلة زي دي وافضل رايحة جاية كده في الصينية بالشكل دوت. ولو الصينية مدورة بعملها كده بالخلة على شكل دواير لحد ما اتأكد ان الهواء راح منها خالص. تمام. وهخبطها برضو خبطتين تانيين عشان اطمن ان مفيهاش اي هواء. هحطها في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. اخدت معايا ساعة الا ربع. ما احتجتش اولع عليها الشوايه علشان عندي الفرن بمروحه. انتي لو لقيتيها اختبرتيها كده ولقيتيها استوت معاكي تمام ومحتاجه ياخد لون من فوق، افتحي لها الشوايه، تقعد تحت الشوايه كده دقيقتين، هتلاقيها اخدت معاكي اللون المظبوط. تمام. وممكن تختلف معاكي من حاره فرن للتاني. انتي برضو ابقي بصي عليها بعد بالظبط نص ساعه ما تلاقي ريحتها طلعت معانا اهي بالمنظر ده ما شاء الله. عايزه اقول لكم مرتفعه وطالعه جميله جدا جدا، وشايفين شكل الوش بتاعها مستوي ازاي. حاجة مهمة كمان، انا بعد ما طفيت عليها الفرن ولقيتها خلاص استوت، رحت سايباها في الفرن 5 دقايق وبعد كده طلعتها. احنا هنا بنحب ناكل الكيك سخن قوي، ما بنحبهوش يبرد. عايزه اقول لكم بجد هتعجبكم جدا. انا عارفه لو جربتوها ان شاء الله هلاقيكم سايبين لي كومنت بتقولوا لي يا ساره الكيكه كانت تحفه وهشه جدا زي ما انتم شايفين اهو. وهتطلع معاكم ان شاء الله جميله. جربوها، انا متاكده ان هي هتعجبكم. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.